حد في حياتك مهما بيغلط الدنيا كلها غلطانة إلا هو؟ دايما عنده مبرر، دايما الغلط من غيره، دايما بيخليك تحس ان انت المجنون. تعرف ليه الشخص ده بالذات بيجننك؟ الإجابة انت مش هتتوقعها. هاي، أنا سلمى. النهاردة الفيديو الثالث في السلسلة، وده واحد من أخطر الأنواع، الشخص اللي ما بيعترفش بغلطه أبدا. خطير ليه؟ لأنه مش بس بيستفزك، بيخليك تشك في نفسك، بيخليك تسأل هو أنا فعلا شخص مجنون؟ وأنا هقولك على حاجة غريبة، وجوده في حياتك مش صدفة. الشخص اللي ما بيعترفش بغلطه أبدا ده مش شخص واثق في نفسه، بالعكس، ده شخص الإيجو بتاعه هش جدا لدرجة أنه أي اعتراف بالخطأ بيهدد صورته الكاملة عن نفسه. في عقله في معادلة بسيطة بس خطيرة: الاعتراف بالخطأ عندي بيساوي أنا شخص فاشل، مش أنا اللي غلطان في الموقف ده، لأ، أنا شخص فاشل بالكامل. فالدفاع عن نفسه مش اختيار، ده بيعتبر survival. تقول له غلط يقول لك لا انت اللي مش فاهم، تقول له كلامك جرحني يقول لك انت اللي حساس بزياده، تقول له نسيت يقول لك ما انت اللي موضحتش كويس. وحتى لو اضطر يعترف بيعترف بطريقه تخليه برضه مش غلطان، يقول لك مثلا ايوه غلط بس انت اللي استفزتني. والاخطر انه بيخليك بعد فتره تشك هو انا فعلا اللي مش فاهمه. طيب السؤال الحقيقي: ليه في ناس بتتعامل مع الشخصية دي عادي وبتعديها، وفي ناس بتتجنن منه؟ الإجابة لأنه في حاجة جواك الشخص ده بيوريها لك أو بيعكسها لك. تعال نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل. اولا، دماغك بتكره الظلم بايوكيميكالي، يعني في جزء في المخ اسمه anterior cingulate cortex، ده مسؤول عن احساسك بالعداله. لما حد بيغلط وما بيعترفش المنطقه دي بتبقى very active، بتفرز الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وبتبقى اكتف نفس المناطق اللي بتنشط فيها لما انت بتحس بالالم الجسدي. يعني جسمك بيتعامل مع الظلم ده وكانه تهديد فيزيائي. بس ليه بعض الناس بقى بيستفزهم ده اكتر من غيرهم؟ لان الموضوع مش بس عن العداله، الموضوع عنك انت. يعني لو بيستفزك مش بيتحمل المسؤولية، خليني اسألك سؤال: انت سهل عليك تعترف لما بتغلط؟ ولو اول رد فعل بيبقى الدفاع: ايوه انا غلطت بس كان عندي ظروف، نسيت بس كنت مضغوط. شايف؟ حتى في الاعتراف في دفاع. في علم النفس ده اسمه ايجو ديفense ميكانيزم او اليات دفاع الانا. هديلك مثال: صاحبك وعدك بحاجة وما نفذهاش، تواجهه بدل اسف نسيت يقولك ما انت ما فكرتنيش. ده بيستفزك اكيد، بس لو بصيت جوه هتلاقي ان انت كمان ساعات بتعمل نفس الحاجة. الفرق انك ممكن تعترف في الاخر، بس اول رد فعل بيكون دفاعي. ليه؟ لان المخ متبرمج على حماية السيلف ايمج او صورتك عن نفسك. الاعتراف بالخطأ بيحس كأنه تهديد لمين انت كشخص، وده طبيعي، بس المشكلة لما يبقى هو ده الديفولت. تالت حاجة، لو بيستفزك لأنه بيخليك تشك في نفسك، ده الأخطر. ليه؟ لأن ده معناه إن في جزء منك فعلا مش واثق في إدراكه. لو عندك ثقة صلبة في حكمك على الأمور مش هيقدر يخليك تشك، بس لو عندك شك داخلي هو بيستغل ده حتى لو من غير قصد. في النيوروساينس في حاجة اسمها memory reconsolidation. كل مرة بتفتكر فيها ذكرى الذاكرة بتبقى مفتوحة للتعديل شوية. فلما حد بينكر بثقة حاجة انت متأكد منها بيحصل cognitive dissonance أو تنافر معرفي. دماغك بتحاول توفق بين اللي انت متأكد منه واللي هو بيأكده لك بثقة. ولو الثقة في نفسك مش قوية كفاية هتبدأ تشك في نسختك انت. رابع حاجة بقى، لو بيستفزك لأنك محتاج اعتذار، السؤال هنا: ليه محتاج الاعتذار ده بالذات؟ ممكن لأن انت كمان صعب عليك تعتذر، بتشوف الاعتذار كإذلال مثلا مش قوة. بتحس انك لو قلت آسف بقيت الأضعف. في دراسات بتوضح ان الاعتذار الحقيقي بيفرز أكسيتوسين، هرمون الترابط عند الطرفين، بيقوي العلاقة، بس الإيجو بتقولك لو اعتذرت خسرت. فلما حد يرفض يعتذر ده بيستفزك لأنه بيعكس الصراع اللي جواك. لاحظت حاجة كل اللي بيستفزك فيه موجود فيك بشكل أو بآخر، المشكلة هو التذكير ليه. طيب ايه الحل؟ الحل الحقيقي مش انك تجبره يعترف لانه مش هتقدر ومش شغلك اصلا. الحل انك تشتغل على نفسك انت. اول خطوة: اسأل نفسك السؤال الصعب: انا واثق في ادراكي ولا بشك في نفسي بسهولة؟ لو الاجابة بشك يبقى المشكلة مش فيه، المشكلة في ثقتك بنفسك، فلازم تبدأ من هنا. تاني خطوة: درب نفسك على الاعتراف السريع. لما تغلط قول غلط آسف وخلاص، من غير تبرير. في الأول هتحس إن ده ضعف، بس مع الوقت هتكتشف إن دي أقوى حاجة عملتها في حياتك. لما تتعلم تعترف بأخطائك مش هيفرق معاك لو هو اعترف ولا لأ. تالت خطوة بقى: ما تحاولش تغيره، هو مش هيتغير ومش هيعترف علشانك عايزه يعترف. هو هيعترف بس لما الإيجو بتاعه يحس بالأمان، وده مش شغلك. شغلك إنك تحمي نفسك وطاقتك وخلاص. رابع خطوة: خليك واثق في نفسك حتى لو هو أنكر. لو انت متأكد من حاجة وهو أنكرها بثقة
قول لنفسك انا واثق في اللي انا شفته وسمعته، وسيبه في انكاره، مش لازم تقنعه، مش لازم يعترف، انت عارف الحقيقة وده كفاية. خامس خطوة واهم واحدة ودايما بقولها، لازم نحط boundaries. لو الموضوع فيه manipulation، لو الشخص ده مش بس بيعترف، لا كمان بيقلب الموضوع عليك، بيقلب الترابيزة ويخليك تحس ان انت الغلطان، ده بيعتبر manipulation وما تستحقش ده. قلل التعامل معاه، احمي الطاقة بتاعتك. الشخص اللي مش بيعترف بغلطه هو مش عدو، هو في الاخر مراية لينا، بيورينا الاجزاء فينا اللي احنا خايفين منها، من الضعف، خايفين من المسؤولية، خايفين حتى من الاعتراف. لما تشتغل على نفسك هتلاقي ان وجوده ما بقاش مستفز زي الاول. ده الفيديو الثالث في السلسلة. الفيديو الجاي هنتكلم عن نوع مختلف تماما واخطر شوية، وهو الجاز لايتر. مش الشخص اللي بيدافع عن نفسه ومش بيعترف بغلطه، لا ده شخص بيشتغل بشكل ممنهج ومتعمد على تدمير ثقتك في نفسك، في ذاكرتك، في ادراكك بالكامل عشان يسيطر عليك. هنتكلم عن الفرق بينه وبين الشخص اللي اتكلمنا عنه النهارده، علامات الجاز لايتنج وازاي تحمي نفسك منها، واخطر انواع المانيبيوليشن النفسي. لو الفيديو عجبك ولمس فيك حاجه، بليز اعمل شير ولايك وسبسكرايب، وقولي في الكومنتس حد في حياتك ما بيعترفش بغلطه ابدا. شكرا واشوفك next فيديو.